السلام عليكم يا شباب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أيوة، أنا عملت أكتر من $10,000 من الدروب شيبينج على موقع اي باي. ده مش مجرد عنوان لجذب الانتباه. أيوة، أنا فعلا عملت أكتر من الرقم ده. طيب مبدئيا كده أنا هجاوب في الفيديو ده على كل الأسئلة اللي ممكن تيجي في دماغك. لو أنت مبتدئ أو ما تعرفش أي حاجة عن التجارة الإلكترونية أو الدروب شيبينج، يبقى الفيديو ده ليك. تابع معانا الفيديو ده. أول حاجة، أول سؤال ممكن يجي في دماغك: إيه هو الدروب شيبينج؟ وليه بالتحديد موقع اي باي؟ ولو عايز تبدأ في الاي باي دروب شيبينج ده، تعمل ايه الخطوات اللي ممكن تبدأ بيها؟ طيب اول حاجة، ايه هو الدروب شيبينج؟ باختصار، آه عندنا مثلا ستور، زي ما احنا شايفين كده، ستور A بيبيع البرودكت ده ب$5، بيبيع منتج ب$5. احنا نعمل ايه؟ احنا هناخد صور المنتج ده، هنعرضه عندنا في المتجر بتاعنا او في الستور بتاعنا، بس هنزود عليه. يعني هو مثلا ب$5، هنعرضه احنا مثلا وليكن ب$20. تمام، احنا بس ما عندناش البرودكت ده، هو موجود في ستور تاني عند حد تاني. احنا كل اللي هنعمله، احنا هناخد الصور بتاعته ونعرضها عندنا. تمام، وهنزود عليها الربح بتاعنا. بدل $5 هنعرضها مثلا وليكن مثال ب$20. هيجي المشتري يشوف صور البرودكت ده عندك، هيشتريه منك مثلا ويدفع لك $20. تمام، انت كده خدت $20، بس انت مش عندك المنتج ده، ما عندكش البرودكت ده. هتدخل عند الستور اللي عارض المنتج ده ب$5، هتشتري منه وهتقول له يشحن البرودكت ده للمشتري ده اللي اشترى منك واداك عنوانه، يشحن له هو على طول. تمام، ده اسمه دروب شيبينج. انت كده بعت حاجة مش معاك، ومكسبك هنا كام؟ انت كده طلع لك $15 في المثال اللي قلناه ده. فده باختصار فكرة الدروب شيبينج. ده المثال البسيط اللي ممكن نشرح بيه. طبعا جوه ممكن يبقى فيه أفكار تاني، في استراتيجيات تاني، ولكن ده أبسط حاجة كده نقدر نشرح بيها. طيب ليه موقع اي باي؟ اشمعنى اي باي هو اللي هنعرض عليه المنتجات بتاعتنا او هنستخدمه في الدروب شيبينج؟ ليه مش موقع تاني؟ اولا اي باي ليه مميزات كتير، من اهمها انه في اورجانيك ريتش، او في زيارات. بيدخلوا حوالي اكتر من 645 مليون زيارة شهريا على موقع اي باي. اكتر من 645 مليون حسب موقع سيميلار ويب. ده معناه ان انت مش محتاج اعلانات، مش محتاج تعمل اعلانات عشان منتجاتك تتباع، لان اوريدي في زيارات وفي ناس بتدخل الموقع ده كتير جدا. على عكس ما يبقى عندك ستور خاص بيك انت ز- على شوبيفاي، او تبقى عامل موقع خاص بيك انت، لا هتحتاج اعلانات، مين يعرف الستور بتاعك؟ لكن موقع اي باي بيدخلوا اكتر من 645 مليون. تاني حاجة، موقع اي باي هو رقم 2 في التجارة الإلكترونية على العالم. أول واحد أمازون، تاني واحد على طول حسب موقع سيميلار ويب برضو، رقم 2 هو اي باي. فمعنى كده إن أنت مش محتاج أي إعلانات خالص عشان تبدأ تبيع على اي باي. تالت حاجة وهي مهمة جدا، إن هو بيدعم الدول العربية. تقدر تفتح فيه حساب وإنت من دولة عربية، ودي حاجة في مواقع كتير ما بتقبلش بيها، زي إتسي وحاجات زي كده. فدي حاجة هتسهل عليك الشغل جدا. تاني حاجة أو رابع حاجة، سوري، رابع حاجة إن هو فري. يعني أنت مش محتاج تشترك عشان تفتح حساب بائع، أو زي مواقع تانية بياخد مثلا عمولة على كل حاجة أنت بتنزلها، باع أو ما باعش، بتدفع مبلغ علشان تعرض المنتج بتاعك للبيع. لا، في ايباي لا، ايباي بياخد العمولة بتاعته بعد ما تبيع. طول ما انت ما بعتش مش هياخد منك عمولة. فدي من اهم مميزات ايباي،
هو في مميزات كتير طبعًا، بس دول أهمهم اللي ممكن يخلّوك تفكّر تبدأ drop shipping على eBay. طيب لو عايز تبدأ drop shipping تعمل إيه؟ طيب إزاي أبدأ؟ إزاي تبدأ drop shipping على eBay؟ أولًا عشان تبدأ تبيع على eBay وتعمل حساب بائع، محتاج تضبّط وسيلة الدفع اللي هتستقبل بيها فلوسك. eBay بيدعم حاليًا Payoneer، لازم يبقى عندك حساب على بنك Payoneer، ده بنك إلكتروني لازم يبقى عندك حساب فيه، ده بيدّي لك حساب بالدولار أو بأي عملة أنت عايزها في أمريكا أو في بريطانيا، بيفتح لك حساب باسمك. الفلوس بتتحول لك من eBay على الحساب بتاع Payoneer ده، وبعد كده تقدر تحوّلها على حسابك البنكي المحلي في دولتك. فلازم يبقى عندك account على Payoneer، وPayoneer ممكن تفتح بيه حساب عن طريق إن أنت يبقى بصورة البطاقة أو جواز السفر، و حساب بنكي محلي بتجيب حاجة اسمها الIBAN بتاعه بتاع الحساب البنكي ده، اللي هو الرقم الحساب الدولي. أي حساب بتفتحه في دولتك المحلية بيبقى ليه رقم حساب دولي، هو اللي بتربطه بPayoneer. وممكن نعمل فيديو إزاي تعمل account على Payoneer وتربطه بeBay بعد كده. بعد ما تعمل account على Payoneer بتربطه، بتعمل بيه تسجيل دخول بPayoneer على eBay، بتربط الاتنين ببعض، وeBay بيراجع البيانات بتاعتك، وبعد كده أول ما يوافق على الحساب بتاعك وتبدأ يقول لك إن أنت تقدر تبدأ تبيع، كده أنت خلاص جاهز. مجرد إن أنت بتختار البرودكت اللي أنت هتبيعه وبتعرضه على eBay، كده أنت جاهز إن أنت تبيع على eBay. طبعًا في خطوات كتير إزاي تختار البرودكت الصح أو برودكت يجيب أرباح، إزاي تاخد الصور، هناخدها منين، إيه أحسن مواقع ممكن ناخد منها منتجات ونعرضها على eBay، كل ده هنعرفه في الفيديوهات اللي جاية. لو أنت مهتم بالتجارة الإلكترونية وبالتحديد بالdropshipping تابع معانا باقي الفيديوهات. شكرًا.